إذا كنت بتحب إنك تقرأ رواية تكون قريبة من القلب والعقل، وتحس فيها إن الكلام طالع من ناس حقيقيين وعاشوا الهم اللي أنت بتعيشه، يبقى لازم تتعرف على الكاتبة ليلى العلمي. هتقولي مين هي دي؟ هقول لك هي كاتبة مغربية الأصل، اتولدت في الرباط ودرست في أمريكا واستقرت في لوس أنجلوس، لكن رغم بعدها عن الوطن فضلت حكايات المغرب والعرب جوه كتاباتها، كأنها بتقول إن المسافة ما تمحيش الذاكرة ولا الغربة تمحي الهوية. ليلى العلمي مش بس كاتبة روايات، لا، دي كمان أستاذة جامعية بتدرس الكتابة الإبداعية في الجامعة كاليفورنيا. يعني مش بتكتب، دي كمان بتعلم غيرها، وده بقى بيدي لأسلوبها عمق وبساطة في نفس الوقت. كتابات ليلى العلمي بتعمل إيه بقى؟ بتفتح لك نوافذ، خاصة على حياة ناس مغتربين ومهاجرين عايشين على الهامش، بس جواهم حلم وصراع وكرامة. هديك مثلا رواياتها الأمريكيون الآخرون بتحكي عن حادث بسيط. راجل مغربي مات في حادثة عربية، لكن ورا الحادثة في طبقات من الأسلحة والعنصرية والانتماء والأسرة والحب والحقيقة. مش أول مرة تعمل كده على فكرة، كتبت آمال ومخاطر أخرى، وكتبت الابن السري عن شاب في الدار البيضاء بيكشف أسرار عيلته. أنا عايز أقول لك الكتيبة دي مميزة جدا في شغلها، وتحس إنها بتحكي عنك أو عن جار لك أو حد قريب لك. ليه بقى تقرأ لليلى العلمي؟ لأنها بتكتب الحقيقة بس بلغة أدب، بتحكي عن الغربة بس من غير ما تبكي، بتنتقد بس من غير ما تزعق، وبتحكي عنا حتى إن نشعر بيها وكأننا موجودين معاها، مش بعاد عنها. هتلاقي نفسك في كل صفحة من كتاباتها. الكاتبة دي متألقة جدا، وكتبت عنها الصحف الأمريكية بكثرة ونالت جوائز عديدة جدا.